السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد على قناة الماجيكو. قبل ما نبدأ حلقتنا زي ما متعودين ما ننساش الدعاء لإخواتنا في فلسطين. ربنا يا رب ينصرهم ويثبت أقدامهم ويرحم شهدائهم ويداوي جرحهم يا رب العالمين. ماتش أقل من العادي، يمكن ماتش يعني بجد بجد اللي بيحصل في الدوري المصري ده حرام. قد إيه لما يبقى النادي الأهلي على السكواد اللي عنده ده باللاعب، مع احترامي طبعا للاتحاد، فريق زي الاتحاد يمكن ما فيهوش يعني ربع القيمه التسويقيه بتاع النادي الاهلي، مش مكمل ربع القيمه التسويقيه بتاع النادي الاهلي، ويطلع المستوى بالشكل ده. الاهلي لازم يراجع نفسه في حته الاداء. يمكن النهارده حتى الجون، يمكن كهربا قبل ما يجيب الجون ده، يعني من زمان بقول على كهربا هو مش واقف، يعني بدنيا مش واقف على رجله خالص. كهربا عايز مدرب يشتغل عليه بشكل فردي. كهربا من يوم ما جه النادي الاهلي احنا بنشوفه بيجيب اجوان سهله كلها جدا، يعني ما فيش اجوان اللي هي تقول ان كهربا لعيب فت. اجوانه كلها زي الجون بتاع النهارده، بيبص يلاقي نفسه في قلب الشبكه، فبالتالي بيحطها جون. يمكن الجون، يمكن حتى الجون يعني في حظ كبير بالنسبه لكهربا انها خبطت في اللاعب وتهيأت لكهربا بالشكل ده. اعتقد ان الماتش النهارده ما يرضيش اي حد، ما يرضيش اي حد المستوى ده. مستوى اقل من عادي. لعيبه معرفش اللعيبه دي ايه اللي حاصل معاها كده. يمكن الوحيد اللي بيبقى عليه حمل كبير وضغط مباريات وبيشارك في كل المباريات الاساسيه سواء مع الاهلي وسواء مع المنتخب، الوحيد اللي ممكن لو غلط ولا مثلا ممكن البدني بتاعه قل شويه ولا حاجه نعذره هو محمد عبد المنعم. غير كده مفيش لعيب بيلعب زي محمد عبد المنعم سواء مع الاهلي بشكل مستمر او مع المنتخب بشكل مستمر. لعيبه جايه من فتره راحه، يا دوبك لعبوا الماتش بتاع فاركو وده تاني ماتش ليهم. اللعيبه مش قادره تجري. حسين الشحات مش قادر يجري. امام عاشور الثاني حتى يمكن لقطه النهارده غريبه من امام، طالع تبديل، زعلان انه طالع تبديل. طب ما انت مش في مستواك. انت الماتش اللي فات حتى في عز الجونين اللي انت جبتهم برضه انت كان ادائك مش حلو. يعني انت من ساعه نهائي افريقيا، الماتشين بتوع نهائي افريقيا لغايه النهارده كده انت مستواك مش حلو، حتى في المنتخب برضه مستواك ما كانش حلو. يعني اي نعم انت جبت جونين في ماتش فاركو وجونين حلوين وجونين مهمين، بس برضه مش كده. يعني انت عندك احسن من كده. انت او اي لاعب بيلعب في النادي الاهلي عنده افضل من كده. يمكن النهارده يعني رجل المباراه اكرم توفيق، تبص على اكرم توفيق يعني برضه يعني مش اللعيب اللي مثلا يعني في مطوشه بنختار فيها رجل المباراه دي احنا كمشاهدين او مثلا او الجمهور، وانت قاعد مغمض كده تقول مثلا ده امام عاشور، مثلا ده اكرم توفيق. ليه؟ بتبقى شايفه في الملعب ان النهارده اكرم توفيق رجل المباراه. يمكن مستواه مش ما فيش 30% من مستواه وخد رجل المباراه. لازم، يمكن شفنا محللين كمان طالعين يقول لك الدوري المصري نشفره وندفع اشتراك 100 جنيه كل شهر للدوري عشان المشاهدين تتفرج عليه. اقسم بالله لو عملتوا كده ما تلاقي حد يتفرج عليه. ده انت عندك الاشتراكات بتاع القنوات اللي بتجيب دوريات، احسن دوريات في العالم، بتبقى 50 و60 و70. تيجي انت تدفعنا على الدوري المصري اللي اصلا دوري يمكن احنا بنتفرج عليه اللي هو عشان نضيع وقت، تقول لي ادفع اشتراك. اشتراك ايه يا عم؟ اشتراك ايه؟ بقت اي حاجه دلوقتي بندور على ان احنا نجيب فلوس ازاي. طب ما نطور من الحاجه دي عشان نقدر ان احنا لما نحطها قدام المشاهد ويدفع عليها مبالغ ماديه، المشاهد يدفع وهو قاعد بيتفرج كده كده بمزاج. طب ما الجماهير دي بتدفع في الدوريات التانية فلوس عشان تتفرج على الدوريات التانية، بس مستمتع من اول دقيقه لاخر دقيقه كره قدم. مش في الدوري المصري اي لاعب يتلمس يقع، لعيب يخش 18 ياخد غطس. ايه ده؟ ايه اللي احنا بقينا فيه ده؟ برضه جدل كبير بسبب الكره اللي ارتطمت في العارضه من زيزو في ماتش امبارح اللي كان بيتلعب امام المصري. يا جماعه الكره ما عدتش الخط. ليه نعمل جدل وليه نعمل سهاري؟ الكره ما عدتش الخط.
الكرة ما بينها وبين العارضة هي مش باينة من العارضة. انت لو بصيت على الخط بتاع القايم نفسه، هو الخط معمول على قد القايم، فبالتالي هي ما عدتش. انت مش شايف بقت الكرة من العارضة، يبقى ما عدتش، يبقى خلاص مش جون. ونادي الزمالك كالعادة قبل اي مباراة ما بين الاهلي والزمالك انسحاب، يا اما مش هلعب مباريات تاني غير لما المنافس يكمل مؤجلاته. طب ما المنافس ماشي في مؤجلاته اهو. يعني مفيش حاجه زي مفيش يعني نادي في الانديه في الدوري المصري بيحصل اللي بيحصل في الاهلي مع اللي بيحصل في الاهلي. يعني مضغوط كم مباراه غير طبيعي، ولسه عنده مباريات متاجله من كاس مصر، ولسه انتر كونتيننتال، ولسه اللي هي الكاس الافريقيه اللي هتتلعب اللي هي بينه وبين العين الاماراتي، لسه كاس مصر، ولسه سوبر مصر، لسه دنيا. ماتش طبعا. يمكن النادي الاهلي قدر يحسم اللقاء النهارده، وخد اهم حاجه اللي هم 3 بونت او 3 نقط. هارد لك طبعا لنادي الاتحاد. يمكن برضو من ضمن الحاجات اللي بتحصل، يعني طارق العشر كرهنا في الكوره، اقسم بالله كرهنا في الكوره. يعني طريقه لعب ما بتتغيرش. يعني بص كده من الدقيقه 82 اول ما الاتحاد بدا يهاجم، بص شكل الفرقه بقى عامل ازاي. بص بقى الاتحاد ليه شكل، وكان هيقدر يجيب جون، وكان هيقدر يتعادل. ليه ما تلعبش؟ اصل انت كده خسران. انت بتلعب قدام النادي الاهلي ولا نادي الزمالك، انت بتبقى نازل عامل حسابك ان انت هتخسر. ما تقوليش هامن، ما فيش حد بيامن 90 دقيقه دي. ناس تقول لك هو فكر فكر ايه ده؟ فكر عقيم. ان انا العب 90 دقيقه بلعب على الدفاع بس، حتى ما بحاولش ان انا انظم هجمه مرتده بشكل كويس، مش حلوه. انت زهقتنا، واقسم بالله زهقنا من الطريقه دي. شفنا النادي المصري امبارح فاتح خطوطه، ونادي الزمالك فاتح خطوطه. الزمالك خسر، بس اتفرجنا على ماتش يعني يمكن من افضل الماتشات اللي اتلعب في الدوري لغايه النهارده. ليه انا ما ابداش كده؟ ليه ما نحاولش ان احنا نطور من الحته دي؟ ليه افضل امن قدام مثلا الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز ال 90 دقيقه وفي الاخر بتخسر؟ ليه يعني؟ وتدور على الماتشات اللي انت بتكسبها قدام الفرقه دي، يعني حتى لو ما تبقاش فاتح خطوطك بنسبه 50-50، يعني على الاقل 30-50. يعني على الاقل 30-50 بتبقى فاتح مثلا خطوطك مثلا 70-30، بيبقى فيه اللي هو التنويع في الهجمات. 90 دقيقه كده مقفل دفاعاتك وقافل ورا وقاعد. ليه يا عم؟ ايه الكوره دي؟ يعني كنا بنشوف ده في الاجيال اللي قبل كده، بس كنا بنشوف متعه. كنا بنشوف مقفل بس هجمات مرتده، هجمات مرتده. ان انت ما بتعملش حاجه، طب تفضل مستسلم ال 90 دقيقه، جه في الجون برضه بتفضل زي ما انت. يعني شفنا الاتحاد دخل فيه جون برضه، هي القصه. ولا حياه لمن تنادي، قاعد مستني يخش في التاني. طب هاجم، اعمل اي حاجه. يعني بص على شكل فرقتك اول ما بدات تهاجم بقت عامله ازاي. خلاص مش مستني، ما تحاولش ان انت بقى يعني كل ماتش مع قدام الفرق الكبيره اامن واخطف جون. ما فيش حد بيلعب كده دلوقتي، خلاص الكره اتطورت. حتى الناس اللي يعني بنشوف اتلتيكو مدريد، يمكن هي اللي بتقول يعني يمكن الفرقه اللي بتعرف تلعب بتقفل وتلعب على الهجمات المرتده، من احسن الفرق بتعمل الحته دي. يمكن سيميوني من افضل المدربين اللي بيعمل الحته دي، بس ما بنشوفهاش كده خالص. ما بنشوفهاش بقى 90 دقيقه مقفل ومش قادر ان هو يطلع بالكوره. لا، بيقدر. امتى اعمل امتى اعمل مثلا دفاع والعب على الهجمات المرتده؟ لما يبقى عندي لعيبه صح تقدر تبني هجمه من ورا، تقدر تبني هجمه من تحت لغايه ما تطلع بيها للاخر. نتمنى طبعا ان الدوري يكون افضل من كده شويه. نتمنى ان الفرق ان هي تحاول بقدر الامكان ان هي تسعد الناس حتى اللي بتتفرج عليها. بنتمنى التوفيق للجميع، بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي بالاخص. ما ننساش اخواتنا طبعا وحبايبنا الاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد، وما ننساش تفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.